تعالي الله يرضى عليكي. جيت. اليوم بدنا نعمل لكم الفيديو الثاني من السلطات، واللي هي السيزر سلطة، والمكون الرئيسي والاساسي فيها الخسه اللي هي شلاضة الورق. ايوه، شلاضة الورق. تمام. أيوة. فنحن بما انه هي المكون الرئيسي والاساسي لازم تكون الخسه قاسيه، ورقتها قويه ومنعنشه مثل ما بنقول نحن بسوريا. فشلون نحن بنوصل بيكون عندنا هي الورقه؟ اول شيء بنشيل بس شرحه بسيطه من القرمه. شايفين شلون القرمه بنشيل بس هيك، وبنغسلها غسله كتير منيحه بالمي البارده، وبننقعها بالمي البارده. والمكون الثاني هو الخبز المحمص. ممكن يكون خبز الاكمك نقصه شرائح، او التوست، او الصمن. المهم انه انتم تقصوه شرائح، وبعد ما نقصه شرائح نقصه مكعبات. وهلا بفرجيكم كيف. وهي نحن حنفرجيكم شلون بنقص الخبزات، مثل ما قلنا ان كانوا توست ولا ان كانوا صمن ولا ان كانوا اكمك، بشكل مكعبات. وبدنا نعمل عمليه التحميص، وبنجيب نقطه زيت بالطواي. سأل نقدر نحمصوا الخبز في الفرن؟ بتقدر، ما في شيء، بس انه دهنوه. تمام. ايوه. وبعد ما حطينا نقطه الزيت بنحط مكعبات الخبز، بالاضافه لرشه صغيره اوريجانو او الزعتر الاخضر. هلا الحقيني على الغاز، ومنا نضل نحركه لما يتحمصوا. يعطوا لون ولا بدون لون؟ يعطوا لون الذهبي. وهلا هيك صار عنا اللون الذهبي للخبزات. سامعين شلون قرمشه صارت؟ بنحطها بصحن وبنتركها على جنب، وبنجيب ربع صدر فروج، ما كميه كبيره لانه نحن بدنا ناخذ منها شوي. تمام. ومثل ما بنبه عليكم دائما، لوح الفرم تبع الخضره غير لوح الفرم تبع اللحمه. أيوة. وسكينه اللحمه غير سكينه الخضره. فبنشرح اول اشي شرحات. تمام. ومنقطع جوليان او اصابع. تمام. شايفين بهذا الشكل. انتم بتحددوا الحجم اللي بيناسبكم، وبنجيب نفس الطواي اللي عملنا فيها الخبز. أيوة. حتى ما يطلع عندك جلي او عندك جلي اخي المشاهد، اختي المشاهده، وناكل قتل. وبنحط نقطه زيت نباتي، وبننزل الفروج اللي قطعناه، وبنحط رشه زنجبيل مطحون، وفلفل ابيض او بهار ابيض. ماشي فلفل اسود ولا كمون؟ لا مش اسود، وما بصير الاسود. وشويه ثوم وبصل بودره، ورشه ملح. كتروا الملح، بيطلع لكم اتونسيون. ومنروح على الغاز ومنحطها على النار. لو تشوفوا ايش بصير بالكواليس، وجع راس ووجع قلب. لا ابداع ابداعات غريبه وخطيره جدا. هلا مش نديره على الغاز. وهذا هو شكل تحمير الدجاج اللي بدنا اياه للاصابع. وجينا لصوص السيزر سلطة. والسيزر سلطة اهم مكون فيها موجود وكل العالم بتعرفه، اللي هو سمك الانشوا او الانشوفه. ولكن نحن ما حنشتغل على اساسه. نحن حنقدم لكم السيزر سلطة اللي موجوده نحن عندنا بالمطاعم العربيه، اللي بتتقدم بالشرق الاوسط بشكل سهل وبسيط انه تعملوها بالبيت. وبنبلش ب3 معالق كبيره مايونيز. ايوه. وبدنا نحط معلقه عاديه خردل. لا موتاخ، لا مستردة. هي الاصوات محرجه جدا. لا قلت لك اليوم التصوير رائع جدا. بالاضافه لرشه اوريجانو او مثل ما قلنا الزعتر الاخضر، ورشه من الفلفل الابيض او البهار الابيض. انا بحب جدا الفلفل الاسود يا اخي مش اسود، والله مش اسود. واهم عنصر عندنا هو عصير الليمون. نص ليمونه اللي عندكم ونضيفه عليه. وهذا اسم الصوص، اسمه بمجال المطاعم اسمه الليمون مايونيز. ومنخلط، وبنيجي لاهم مرحله، هي مرحله تقطيع الخس. بنشيل اول اشي طرافها اللي ممكن تكون دبلانه او متغير لونها، وبنشيلها على جنب. تمام. هلا بده يجيني واحد سئيل ممكن يقول لي ليش اسمها سيزر سلطة؟ من بعد البحث والفحص والتمحيص اكتشفنا انه اسمها سيزر سلطة بسبب مخترع السلطة، وهو زلمه ايش قلت لي؟ ايطالي مكسيكي. واسمه سيزار كارديني. ايوه، اللي هو هذا اللي قالت عليه. فبعد اذنكم، بعد ما عرفنا السبب، شوفوا شلون نحن عم نفرم الخسات. لا هي كثير ولا هي دقيقة كثير. تمام. لانه حلو تكون الخسة ظاهرة وعم تقرش وانتم عم تاكلوا. ونحط الخس في الصوص اللي عملناه، ونخلط الخسات بالصوص.
وبعد ما طبقنا الخس بصحن التقديم أيوة. بنبلش نحط أصابيع الدجاج بالطريقة اللي نحب نزين فيها، وبنحط مكعبات الخبز. يا عيني هادي في رمضان معاه شوربة. هاي وجبة شبه متكاملة مع الشوربة في رمضان. انت هيك بعد يوم صيام هذا بيكون جدا كافي لإلكم. يا عيني على الصوص. ورشة الجبنة البارميزان أو الموتزاريلا أو الأشقوان اللي بدكم إياها. وآخر شي عنا رشة الأوريجانو أو الزعتر الأخضر. وهي كان اليوم صحن السيزر سلطة على طريقة المطاعم. إن شاء الله تكون تعجبكم وتكون الوصفة سهلة عليكم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والكومنت وشاهدناكم في الجنة.